مسا عليك يا صديقي الميلانيستا، واهلا وسهلا بيك في حلقه جديده من حلقات هبد الميلان. والنهارده بصراحه عندي ليك شويه اخبار كده لوز العنب. يعني احنا المفروض دلوقتي جمهور الميلان كله مهتم انه يعرف مين اللعيبه اللي هتقعد ومين اللعيبه اللي هتمشي. وبصراحه في حلقه النهارده في شويه اخبار هتفاجئك جدا على المستويين، سواء على مستوى اللعيبه اللي هتقعد او على مستوى اللعيبه اللي هتمشي. وعشان كده عايزك تركز معايا قوي، لان في تطورات ليها علاقه بتيو هرنانديز وفي تطورات ليها علاقه بلعيبه كتير قوي من الميلان هتمشي ولعيبه هتيجي الميلان. ولكن قبل ما نبدا حلقتنا حابب طبعا اقول لكم كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، ويا رب دايما تكون ايامكم فرحه وسعاده واعياد. وعشان كده بقى عيد عليا في حلقه النهارده، عايز اشوف العيديه بتاعتك يا معلم بالدعم اللي انت هتدعمه لي باللايك والكومنت والشير والسبسكرايب للقناه لو انت مش مشترك، وتفعل الجرس. وتعالى نشكر اعضاء مجلس اداره الهبد الجدد. بشكرهم جدا طبعا. ولو انت حابب كمان انك تنضم لاعضاء مجلس اداره الهب، تقدر من خلال زرار الجوين او الانضمام اللي موجود جنب زرار الاشتراك، واللي اللينك بتاعه موجود في الديسكريبشن. وتعالى نبدا حلقتنا كده بتصريح حلو قوي لكيليان امبابي اتكلم على مايك مينيو، وقال انه مايك مينيو حاليا هو رقم 1 في المنتخب. ما يميزه هو اهتمامه بادق التفاصيل في كل ما يقوم به، يرشد الجميع الى اماكن تمركزهم الصحيح، ويريد وضع كل شيء في مقامه ولا يترك مكانا للشك. مع مايك مينيو دائما كل شيء واضح، عادة ما يتحدث بوضوح في غرفة الملابس والشباب تستمع إليه، وهذا ما يساعد المجموعة، إنه جزء من روتينه. طب انا ليه بقول لك التصريحات دي؟ لانه بصراحه ده بياكد وجهه نظرنا انا وحضراتكم خلال الفتره اللي فاتت، انه مايك مينيو فعلا يستحق ان هو يكون قائد فريق الميلان خلال الفتره الجايه. ده الكابتن اللي بجد، الراجل اللي موجود في الملعب دايما بيوجه زمايله، بيوجه اللي حواليه، دايما بيدعمهم ودايما بيقول لهم كلام تشجيعي وتحفيزي، الى جانب انه في غرفه الملابس محبوب جدا واللعيبه بتحب تسمع له. شايف بصراحه ان دي مواصفات الشخصيه القياديه اللي المفروض يشيل شاره الكابتن داخل فريق الميلان. ولكن طبعا الاهم هو استمراره معانا، واللي طبعا ابره في المؤتمر بتاع تقديم فونسيكا هو الراجل اكد انه مايك مينيو مكمل معانا ومش هيرحل هذا الصيف. ولكنه اكد كمان على تيو هرنانديز اللي بعد تصريحات ابره خلاص كلنا كنا مطمنين الراجل ده مش هيمشي، انما تيو نفسه طلع تصريحات قلبت الدنيا شويه. يعني الراجل طلع تصريح كده من داخل معسكر منتخب فرنسا، وقال ان تركيزي منصب 100% على اليورو، وسنرى لاحقا اذا كنت سابقى في ميلانو او لا. لما تربط الاخبار دي مع فكره انه الميلان حاليا بيفكر انه يرفع سقف الرواتب، وانه يدي مرتبات لمايك مينيو والتيو هرنانديز 7 مليون يورو، بس ال7 مليون دول هيكونوا المرتب الاساسي زائد مكافآت، يعني بالمكافآت يوصل ل7 مليون. طبعا تيو هرنانديز بيطلب 7 مليون كمرتب اساسي. لكن لما تعرف انه الميلان بيحاول فعلا ان هو يكسر سقف الرواتب عشان يجدد للاثنين لعيبه دول، وانه هيبتدي المفاوضات معاهم بعد اليورو، وتلاقي انه تيو هرنانديز بيقول انه بعد اليورو لسه هنشوف اذا كنت هكمل ولا لا، ده طبعا عمل قلق كده داخل الوسط الميلاني وداخل الجماهير. وبالتالي تصريحات تيو دي اغضبت الاداره شويه منه، بصراحه ما حسوش ان ده الرد اللائق بعد الكلام اللي قالوا عنه ابره وقد ايه هو مهم للفريق. وطبعا الصحافه كان لازم انها تصطاد في الميه العكره، وبداوا دلوقتي يتكلموا انه الميلان بيفكر جديا ان لو جاله عرض 80 مليون هيبيع تيو هرنانديز، وانه لو جاله عرض ب 100 مليون هيبيع تيو هرنانديز. ما بيصدقوا الصحافه الايطاليه اي حاجه، وتعالى بقى ايه نصطاد في الميه العكره. ولكن حتى الان تيو هرنانديز لم يتلقى اي عرض رسمي، والميلان مش بيفكر في بيعه. طيب تعالى نتكلم بقى عن اللعيبه اللي هترحل عن الميلان. بيقول لك دلوقتي انه نادي جنوا لما يشتري ميسياس وفنربخشة لما يشتري كرونيتش، تقريبا الميلان سيتحصل على 7 مليون يورو من بيع الاثنين لعيبه دول. وساليميكرز كمان من ضمن اللعيبه اللي المفروض انها هتمشي من الميلان، والميلان بيفكر يعني انه لما يبيع ساليميكرز يبيعه من 12 ل 15 مليون، لانه الاداء اللي قدمه مع نادي بولونيا يخليهم بصراحه يطمعوا في مبلغ زي كده. طيب حاليا مين اللي مهتم؟ الصحافه لسه بتاكد انه نادي يوفنتوس مهتم جدا بالتعاقد مع ساليميكرز، ولكن اليوفي بيفكر ان هم يتعاقدوا معاه ب7 أو 8 مليون. انما الميلان بصراحه مش حابب الرقم ده، الميلان حاسس ان الرقم ممكن يبقى اعلى من 12 مليون. فلسه برضه هنستنى ونشوف هيعملوا ايه مع ساليميكرز. انما ديكتلاري رحل بشكل رسمي الى نادي اتلانتا. وسكاي سبورت بتقول لك ان خلال الفتره اللي فاتت بدا يحصل اهتمام من نادي فيورنتينا باللاعب بوبيجا، والاهتمام ده بدا يخلي نادي الميلان يفكر في انه تعالى نبيع بوبيجا. وبيقال ان خلال الايام القادمه هتبدا المفاوضات ما بين الاثنين انديه على
بيع بوبيجا. بس عايزك تركز معايا كويس قوي، لان بوبيجا ايطالي وفي عمليه بيعه ده هيعمل لنا مشكله شويه. طب ليه؟ لانه مش هو بس الايطالي اللي هيمشي، بيقال برضو ان فلورينزي احتمال كبير ان هو يمشي من الميلان. ليه؟ لانه عنده مشاكل مع باولو فونسيكا من ايام ما كان بيدربه في روما، وبالتالي محتمل بنسبه كبيره ان فلورينزي كمان هيمشي. طب ايه يا معلم، كده 2 طليان مشيوا، انا حاسس اصلا ان احنا هننام نصحى في يوم نلاقي ان نادي الميلان خرج بره ايطاليا اصلا. في حال بيع الاثنين لعيبه دول، الميلان هيعوضهم ازاي؟ ومين الاثنين لعيبه الطليان اللي ممكن تجيبهم مكانهم؟ ده لسه مش واضح لغايه دلوقتي. ولكن نكمل، مين تاني لعيبه هتكمل مع الميلان؟ بيقال ان خلاص الميلان اتفق مع لوكا يوفيتش انه هيكمل معانا بنسبه 100% والامور حسمت تماما. ويونس موسى كان من اللعيبه اللي في كلام عنهم خلال الفتره اللي فاتت ان باولو فونسيكا مش عارف يستخدمه ازاي. من الواضح دلوقتي ان باولو فونسيكا بقى عارف هيستفيد ازاي من يونس موسى. بمعنى باولو فونسيكا بيفكر ان هو عايز يكون عنده 2 لعيبه في مركز 6. اللعيب طبعا اللي الميلان هيتعاقد معاه، وده لسه هنتكلم عنه كمان شويه، هل هو ويفر ولا هيكون يوسف فوفانا، دي لسه هنجيلها. ولكن الميلان بيفكر انه يكون كمان في حد بديل، وتفكير باولو فونسيكا انه عايز يخلي يونس موسى هو البديل بتاعه، يبتدي يشتغل معاه على امكانياته ويحاول يطورها عشان يكون لعيب رقم 6 مثالي. حلو قوي، ده كلام الصحافه. بس انا عندي سؤال، هو الناس دي ناسيه ان في اسماعيل بن ناصر؟ طب دلوقتي موقفه بصراحه مجهول، هو هيتباع ولا هيكمل؟ طب ولو كمل هل هيكمل كمركز 6؟ طب ما هو لو هيكمل مركز 6 يبقى ايه احتياجنا ليونس موسى كمركز 6؟ ولا باولو فونسيكا بيفكر انه لو كمل معانا اسماعيل بن ناصر يعتمد عليه في مركز 8؟ برضه في حاله غموض كده حوالين وضع اسماعيل بن ناصر مع الميلان، مش قادر افهمه. وعلى سيره بقى تفكير باولو فونسيكا في استخدام السكواد الحالي، فبيقال حاليا انه الرباعي الدفاعي هيفضل مستمر زي ما هو. مين هو الرباعي الدفاعي ده؟ اللي هم الرباعي قلوب الدفاع، توموري وتياو وجابيا وكالولو. ولكن كالولو ده لسه لغايه دلوقتي ما حددش باولو فونسيكا هيستخدمه ازاي. هل هيستخدمه في مركز الباك اليمين ولا هيستخدمه في مركز قلب الدفاع؟ طيب هو امتى ممكن يستخدمه في مركز قلب الدفاع؟ طلعت اخبار خلال اليومين اللي فاتوا بتقولك ان نيوكاسل مهتم جدا بالتعاقد مع توموري، ورغم ان فونسيكا عايز توموري يكمل ولكن ممكن نشوف الصفقه دي تتم. وفي حال خروج توموري الفكره كلها ان ممكن يتم الاستخدام كالولو كقلب دفاع. انما بصراحه الحوار ده كله بالنسبه لي كوميدي. ليه؟ لان بيقولك انه نيوكاسل مستعد انه يعرض عرض ضخم جدا لشراء توموري من نادي الميلان، ولكن لو الميلان بالغ في طلباته الماديه فنيوكاسل بيفكر ان هو يدخل تونالي في الصفقه، فاحنا ناخد منهم تونالي وهم ياخدوا مننا توموري. الحشيش تمام؟ ده يا معلم لما تشرب حته بنتين لوحدك، لانه الخبر ده بالنسبه لي هو كوميدي جدا. يا معلم انت هتدخل لاعب موقوف ازاي في الصفقه؟ لا وتخيل معايا بقى لو الصفقه دي تمت كده، بصراحه يبقى اداره الميلان هم اللي شربوا حته بنتين لوحدهم. عموما اهي اخبار وبنسمعها ولسه هنستنى نشوف ايه اللي هيحصل. على سيره بقى الخط الدفاعي، تعالى ندخل بقى على تدعيم الفريق. مين اللعيبه اللي الميلان بيفكر يجيبها؟ فرقم واحد، اول خبر له علاقه بالخط الدفاعي، بيقول لك انه الميلان صرف نظر عن فكره التعاقد مع هوملز، وانه خلاص الميلان دلوقتي ما بقاش مهتم بيه. ومفيش كلام كتير طالع على مين قلب الدفاع اللي الميلان بيفكر ان هو يجيبه، كلها كلام واخبار متنطوره، وبصراحه مش قادر اصدق اي خبر فيهم. انما من امبارح بالليل بدات تطلع اخبار عن اهتمام الميلان بالباك الشمال بتاع ويست هام وهو إميرسون بالميري. بيقال ان الميلان مهتم بيه جدا، وبدا ان هو يفكر جديا في التعاقد معاه علشان يكون بديل لتيو هرنانديز. السؤال بقى، كلمه بديل تيو هرنانديز دي معناها ايه؟ هل بديل ان هو يكون دكه لتيو هرنانديز ولا يكون بديل لتيو هرنانديز في حال رحيله؟ اعتقد بصراحه ان السطر ده من لاكازيتا هم بيستعبطوا فيه، هم عايزين يحسسوا الناس ان تيو هرنانديز هيمشي. ولكن انا اشوف بصراحه ان الخبر ده لو حقيقي فهو منطقي جدا بالنسبه لكلام ابرا، انه بيفكر انه الفريق يكون متدعم على الدكه، وبالتالي مع وجود تيو هرنانديز انت محتاج يكون ليه بديل، لان تيو بصراحه بيتهلك على مدار الموسم. هل هيكون بالميري او هيكون باك شمال تاني؟ مش عارف، بس ممكن فعلا الميلان يفكر في انه يجيب باك شمال دكه لتيو هرنانديز. على سيره بقى الباكات، في تضارب قوي جدا في الاخبار اللي ليها علاقه بالباك اليمين. يعني في اخبار طالعه بتقول لك انه خلاص الميلان توصل لاتفاق مع إميرسون رويال، واتفق مع توتنهام والدنيا تمام، واتفقوا على قيمه الصفقه ان هي 20 مليون وخلاص، باقي شويه اجراءات كده هتتم. حلو؟ لا مش حلو. ليه؟ لان في اخبار تانية بتقول لك ايه، بتقول لك مفيش اي اتفاق، بل انه الميلان دلوقتي بدا ان هو يفكر في انه ماتي كاش اهم من إميرسون رويال، وبيفكر في انه يتعاقد مع ماتي كاش. تمام كده؟ لا برضو مش تمام الحقيقه. ليه؟ لانه في اخبار ثالثه بتقول لك انه الميلان بيتجه في اتجاه تياجو سانتوس. تضارب كبير جدا في الاخبار اللي ليها علاقه بالباك اليمين، بل انه كل خبر فيهم بياكد ان الميلان تقريبا خلص الصفقه. الميلان بقى حرفيا راح لانهي باك يمين في الثلاثه مش عارف.
ندخل بقى على مركز نص الملعب واللعيب رقم 6، والميلان حاليا بدأ يتحرك وبقوة في اتجاه ماتس ويفر لعيب نص الملعب بتاع نادي فاينورد. واهتمام الميلان قوي جدا باللاعب ده، بل انه بدأ كده يحصل جس نبض ما بين إدارة الميلان ووكيل اللاعب، وتقريبا عرفوا انه نادي فاينورد عايزين فيه 25 مليون. وفاينورد الناحيه الثانيه مهتمين باللاعب سيميتش وبيفكروا ان هم ياخدوا سيميتش من الميلان، فلسه لغايه دلوقتي مش واضح هل هندخل دي في دي وهندفع احنا الفرق ولا ايه، بس الواضح انه الميلان مهتم بيه وبقوه، بل وان حاليا الاخبار بدات تاكد انه فعلا اهتمام الميلان بويفر بقى اعلى من يوسف فوفانا. والميزه اللي شايفينها الميلان في اللاعب ده انه لعيب يعرف يعمل لك التوازن ما بين الحاله الدفاعيه والحاله الهجوميه، ويعرف ينقلك من الحالتين دفاعيا وهجوميا في الخروج بالكوره كويس، قوي بدنيا وقوي دفاعيا. ففونسيكا بيدور على البروفايل ده بتاع اللعيبه في نص الملعب. طب بالنسبه ليوسف فوفانا بقى راح فين؟ قال لك المشكله كلها ان يوسف فوفانا صحيح كان في كلام قوي جدا مع الميلان، ولكن هو هيبتدي يشوف مستقبله بعد اليورو، وبصراحه في منافسه قويه بدات تدخل على يوسف فوفانا. شويه تسمع انه اتلتيكو مدريد بيفكر في اللاعب، وشويه تسمع ان يوفنتوس، الى جانب بعض الانديه في الدوري الانجليزي. فالميلان حاسس انه الخناقه عليها هتبقى كبيره. انما برضو رغم كل الاخبار اللي قلتها لك دي، تحس ان الميلان مركز في حاجه تاني خالص، لا مركز في الباك اليمين ولا في قلب الدفاع ولا في نص الملعب. يا جماعه الميلان مركز على تزيركزي بس حاليا، والموضوع وصل لابعد درجات الاستفزاز فعلا. يعني احنا تقريبا مخلصين الاتفاق على كل شيء، مخلصين الاتفاق مع النادي مع اللاعب، واللاعب اصلا عايز يجي الميلان وكل حاجه خلصانه. مين بقى اللي واقف في الصفقه؟ وكيل اعماله اللي هو اميتاب باتشان ده، والله ما عارف انطق اسمه، يعني استنى كده احاول اقراه لك. جورابيتشيان. الله يخرب بيتك وبيت اسمك وبيت عيشتك وبيت سخافتك. طيب ايه المشكله يا جماعه؟ المشكله انه الراجل ده ليه تقريبا اسبوع او 10 ايام ماسك في انه عايز 15 مليون يورو عموله. برضه حقيقي بجد تسال نفسك هو عايز العموله دي ليه؟ ما تعرفش، الموضوع خلصان اصلا واحنا مش محتاجينك في شيء. طب ليه هندفع لك 15 مليون؟ ما تفهمش. طبعا الميلان مش عاجبه جدا الموضوع ده، وبرضه لازم تاخد بالك من نقطه مهمه قوي. الموضوع ده بيبقى بالبلدي كده اسمه سمعه. يعني ايه سمعه؟ يعني انت دلوقتي لو دفعت 15 مليون كعموله، هتلاقي بعد كده اي صفقه هتيجي تخلصها وكيل اعماله هيفضل برضه يبتزك ويطلب منك عمولات عاليه، وبالتالي الميلان مش عايز يدخل نفسه في السكه دي. الموضوع عامل بالظبط زي الانديه اللي بتدفع 100 مليون و120 مليون في اي لاعب، فبالتالي لما يجي يتفاوض مع اي لاعب في اي نادي هيطلب منهم المبالغ الكبيره. فمنطقي ان الميلان يرفض، ولكن الفكره كلها طب الرفض ده هيوصلنا لغايه فين؟ الراجل حتى مش راضي ينزل ولا مليون، والميلان بصراحه شايف انه مستحيل يوصل حتى ل 10 مليون عموله. وده بدا يطلع اخبار ان ممكن الصفقه دي ما تكملش، والصفقه لو ما كملتش ده هيسبب احباط شديد جدا للجمهور، لان الجماهير كلها مستنيه اللاعب ده في الميلان. انما من امبارح بدات تطلع اخبار بصراحه غريبه شويه. يعني بدات تطلع اخبار بتقول لك ايه؟ بتقول لك انه الموضوع او الصفقه ممكن ما تكملش مش بس عشان العموله المطلوبه، بالعكس ابسولوتلي الموضوع ممكن يقف بسبب ان فونسيكا نفسه مش عايز تزيركزيه. ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص. والله ده اللي احنا بنسمعه دلوقتي في الاخبار، لانه بقى بيتكلموا على ان باولو فونسيكا محتاج مهاجم كلاسيكي، مهاجم بمواصفات شبيهه لجيرو واليوفيتش. فالراجل عايز مهاجم صندوق، مش عايز مهاجم حركي، وبالتالي ده بدا يخلينا انه يا عم اقعد ساكت الله يبارك لك بس احنا نعرف نجيبه. برضو حاسس بصراحه ان الاخبار دي مش منطقيه شويه. ليه؟ لانه ابره في المؤتمر اكد ان الميركاتو هيمشي بالاتفاق مع باولو فونسيكا. طب احنا طول الفتره اللي فاتت بنتكلم عن تزيركزي، ودلوقتي فونسيكا اكتشف ان هو مش محتاج البروفايل ده. اعتقد بصراحه ان الاخبار دي مش منطقيه شويه، ولكن توتو سبورت بتتوقع ان الاسبوع ده هيكون اسبوع حاسم جدا في الصفقه دي، يا اما بالايجاب او بالسلب. ولسه برضه هنستنى ونشوف الصفقه دي هتمشي بينا لحد فين. وبس كده، الى هنا تنتهي هذه الحلقه. عايز اعرف رايك انت في الاخبار اللي احنا قلناها، ورايك في الحلقه طبعا انزل اكتبهم لي تحت في الديسكريبشن. ازاي انزلوا اكتبهم لي؟ استنى، انزل اكتبهم لي تحت في الكومنتات. الله. وبس كده، في النهايه بتمنى من كل قلبي تكون الحلقه عجبتك، وبتمنى انك تدعمني دعم كبير. عيد عليا ديني بقول لك عايز اشوف العيديه بتاعتك. لايك، كومنت، شير، سبسكرايب للقناه لو انت مش مشترك، وتفعل الجرس. وما تنسوش الدعاء لاهلنا واخواتنا وحبايبنا اللي محتاجين لدعواتنا، سواء كانوا في السودان او في سوريا او في لبنان او في اليمن او طبعا في فلسطين. يا رب يهون عليهم ويبعد عنهم كل غم ويحميهم وينصرهم. وبس كده، اشوفكم في حلقات جايه كتير وفي لايفات جايه كتير، وكل سنه وانتم طيبين. سلام.